السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اضافة التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ماي جوف. التطبيق ده مساحته 63 ميجا وحمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده عبارة عن تطبيق خاص بالمعاملات المادية او الفلوس. تقدر ان انت تفتح حساب في البنك، تقدر تفتح الحساب وتقدر ان انت تحط فلوسك في الحساب، وتقدر تحصل على فيزا كارت او بطاقة تسحب بيها الفلوس. تقدر تحول فلوسك، او فلوسك بتقدر تكون موجودة باكتر من 20 عملة، بحيث ان انت لو سافرت من بلد لبلد تقدر ان انت تصرف في البلاد دي بالفيزا كارت اللي انت مستلمها من البنك بتاعك في البلد بتاعتك، زي اي مواطن في البلد عادي جدا، لان هو بيحول فلوس لعملة البلد اللي انت رحت فيها. الفلوس بتاعتك اللي انت حاططها، يعني انت مثلا حاطط 100 ألف دولار في البنك، وسافرت مثلا دولة زي الصين، بيقدر يحول لك الفلوس ليوان صيني عادي جدا وتقدر تصرف منه زي ما انت عايز. سافرت مثلا السعودية، بيحوله لك لريالات سعودية وتقدر برضه تصرف زي أي مواطن داخل البلد عادي جدا. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تستثمر، وتقدر ان انت تحط فلوسك كودائع وتقدر تحقق منها مكاسب شهرية. بتقدر تتتبع المدفوعات بتاعتك والاموال بتاعتك بحيث ان انت تبقى عارف كل فلوس انت صرفتها في ايه. بتقدر تحط ليميت معين للمصروفات بتاعتك، بحيث ان انت مثلا سافرت بلد مثلا معينة وهتقضي فيها وقت من الزمن او فترة من الزمن، او هتقضي فيها اسبوع او 10 ايام، اي حسب المدة اللي انت هتقضيها. فانت عايز تعمل ليميت ليك معين عشان تقدر تصرف مبلغ قد كده خلال الرحلة بتاعتك. فانت مثلا ممكن تحط مثلا مبلغ 500 دولار كل يوم، هم دول اللي انت تصرفهم بس. بعد ما تخلص المبلغ اللي انت حاطه ليميت ليك ده، بتيجي تسحب من الفيزا ما بترضاش تطلع معاك فلوس، او بتقول لك حسابك الليميت بتاعك بتاع اليوم انت كده خلصته. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح التطبيق. بالنسبه لمميزات التطبيق، عيوب التطبيق ان التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافه لان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه ومفهوش لغه عربيه، بالاضافه لان التطبيق مش موجود في كل بلاد العالم، موجود في انجلترا والولايات المتحده الامريكيه. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تعديل من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.